خطأ بسيط في اليوزر اكسبيرينس ادى لانفجار مفاعل نووي. ازاي بتأثر تجربة المستخدم او اليوزر اكسبيرينس سواء كويسة او وحشة على حياتك كلها؟ مش بس تطبيقات الموبايل او المواقع اللي لازم نعمل لها تجربة مستخدم او يوزر اكسبيرينس كويسة، ده كل حاجة حرفيا بنستخدمها حوالينا ليها طريقة استخدام ولازم يتعمل ليها تجربة مستخدم بشكل احترافي. هقول لكم على ابرز تجارب المستخدم او اليوزر اكسبيرينس السيئة اللي عملت كوارث حرفيا وهددت حياة الناس. ده مفاعل 3 مايل ايلاند. المفاعل ده كان موجود في ولاية بنسلفانيا في أمريكا. حصل فيه انفجار سنة 1979 بسبب إيه تتخيل؟ بسبب خطأ في تجربة المستخدم أو اليوزر اكسبيرينس. طب إيه كان الخطأ أو المشكلة يا ترى؟ المشكلة كانت ببساطة في الصمام المسؤول عن المية المبردة للمفاعل. الصمام ده الانديكيتور بتاعه في الداشبورد كان بيقول بس إذا كان شغال أو مطفي، بس ما كانش بيدي أي معلومة عن المية خلصت ولا لأ. يعني ممكن المية كلها تنزل تبرد المفاعل فتتبخر كلها ويبتدي المفاعل ينصهر وينفجر بفعل الحرارة ومحدش يعرف كده. الخطأ ده يسمى في تجربة المستخدم خطأ السيستم فيزابيليتي، أي إن في معلومات مهمة جدا والسيستم اللي أنت عامله مش مبينها ومش ظاهرة. وده دورنا وإحنا بنعمل حل من حلول التحول الرقمي إننا نراعي في خطأ زي ده ما يحصلش بإذن الله، لأن في الآخر وفي الأول أنت محتاج الزبون بتاعك يستخدم الحل بتاعك بشكل مريح، وده بيعود بالربح عليك وعلى شركتك. وده كان أول كلامنا في اليوزر اكسبيرينس. لو عجبتك الحلقة وعايز من المحتوى ده كتير ما تنساش فولو، لايك، كومنت، شير.